أول ظهور إعلامي للمدرب السابق المنتخب التونسي صبري اللموشي في بودكاست كومبو. في البداية صبري اللموشي قال إنه تدريب المنتخب التونسي كان اختيار القلب، وإنه مخممش مرتين كي كلموا حسين جنيد، وحتى تفاصيل العقد ما تفاوضش فيهم جملة. وبعدها تكلم على كأس العالم وقال إنه يتحمل مسؤوليته في فشل، أما رفض إنه يكون هو المتهم الوحيد. وقبل مباراة السويد قال إنه مسؤولي الجامعة قالوا له إنهم فرحانين باللي يعمل فيه، مهما كانت نتيجة مباراة غدوة المشروع باش يتواصل. ولكن بعد أقل من 24 ساعة من الهزيمة يلقى روحه مقال. وزيد حكي على أن المنتخب التونسي عنده برشا مواهب، أما مشكلته ما عندوش قادة داخل الملعب، واعترف بأنه أكبر غلطة عملها أنه ما تمسكش بفرجاني ساسي. زيد حكي على لؤي بن فرحات كيفاش الوالد متاعو كلم صبري اللموشي باش ما يستدعاش لكأس العالم، نفس الحكاية اللي تحكيت قبل كأس العالم. وقال زيد أنه فما حد دخل في قائمة اللاعبين المنتخب، وحكي على أكبر مشكلة في المنتخب التونسي واللي هي غياب المشروع. وحكي إنه تونس بدلت المدرب المنتخب 20 مرة في حوالي 22 سنة، منهم 7 مدربين في آخر عامين. وتسأل كيفاش تحب تبني المنتخب في وسط ظروف كيف هكا. وزيد انتقد تراجع مستوى البطولة التونسية وأعطى المغرب كمثال، وقال إنه نجاحها ما جاش بالصدفة، بل نتيجة مشروع طويل واستثمار في البنية التحتية، صبر على نفس الفكرة لمدة سنوات. وحكى زيد على مشكلة ولده وتواجده في تربص المنتخب، قال إنها حكاية فارغة في الأساس، وممكن غلطة منه خلى ولده يتواجد على الملعب ويلبس بدلة المنتخب التونسي. وحتى المقدم قال إنها حاجة عادية ويعملوها في كل منتخبات العالم، ويتواجدوا عائلات المدربين واللاعبين ومنهم حتى اللي يهبط يلعب على الملعب. في الاخر قال انه ما عنده مشكله مع حد وماهوش شد البغض على حتى واحد. كان مصر في كامل البودكاست انه مشكله تونس كل مره تبدا مشروع جديد قبل ما تعطي فرصه باش المشروع القديم ينجح.